سنة 1627 وبالضبط في إيسلندا. كان واحد الصباح زوين وبارد في الساحل ديال هاد البلاد. كانوا الناس كيقوموا بالأعمال ديالهم كما العادة، اللي كيفلح واللي غادي للخدمة واللي غادي للكنيسة راه خدام فيها، والصبية كيلعبوا والنساء كيقوموا بالأعمال ديالهم من غسل الملابس إلى غير ذلك. خصوصا أن هاد المنطقة كان كيعلق عليها الطابع القروي، وأغلبية ديال السكان ديالها كانوا كيعيشوا على الثروة السمكية والبحرية. وواحد شويه لمحوا الناس واحد 3 ديال السفن كبيره جايه في اتجاه اليابسه. كان ديك الساعات 6 ديال الصباح، وهاد 3 ديال السفن اللي لمحوها هاد الناس المنظر ديالها كان كيخلع، لان الستيل ديال هاد السفن كانوا كبارين بزاف، وكانوا هازين واحد الاشرعه كحل وكبارين، وكيتسموا سفن العصابات، يعني سفن القراصنه. زيد عليها انهم هازين واحد الرايات كحل، يعني ناويين على خزيت. وبين هاد السفن غريبه على البلاد. السكان ديال هاد القريه هادي ولاو تيشوفوا هاد السفن بواحد النظرات من الغرابه، وتيشوفوا داك المنظر وهو محيرهم لا يخافوا ولا يندهشوا لهذا المنظر هذا اللي اول مره كيشوفوه. وما هي غير لحظات قليله على ما قربوا دوك السفن للشاطئ، وبداو كيتساقطوا القذائف ديال البارود على المنطقه. والناس اللي كانوا كيترقبوا المنظر ولاو هاربين وخايفين، واصوات البارود والغوات ديال عباد الله انتشرت بشكل ملحوظ في ديك المنطقه. هاد الشيء اللي سردت عليكم دابا كان كاتبه واحد العجوز ايسلندي، لقاوها في المذكرات ديالو لما اسروا قراصنه ديال سلا اللي كيترأسهم مراد الرئيس. وهاد القراصنه هما اللي كانوا داخلين لديك القريه بدوك 3 السفن، وهجموا عليهم واسروا معاهم هاد العجوز هذا تا هو. الواحد منا هادي يتساءل علاش هاد الناس او هاد القراصنه تسموا بهذا الاسم ديال قراصنه مدينه سلا او قراصنه سلا، رغم انهم كيتواجدوا في عمق البحار، سواء البحار الأوروبية أو البحر المتوسط إلى غاية جنوب السنغال. أولا، مدينة سلا كانت في ذاك الوقت مقسمة إلى قسمين كيفرقهم نهر أبي رقراق. القسم الأول اللي على اليمين كيتواجدوا فيه سكان برجوازيين، والقسم الآخر اللي كيتواجد على اليسار كيتواجدوا فيه سكان بدويين. وفي آخر الأيام ديال الطرد ديال المسلمين من إسبانيا كانوا هاجروا واحد الناس كيتسموا بالموريسكيين، هجروهم الاسبان قسرا وجاو مباشره واستقروا في مدينه سلا. وهاد الموريسكيين هربوا من التعذيب اللي كان طرا عليهم من طرف الاسبان، اللي ما خلاهمش انهم يقوموا بالطقوس الدينيه ديالهم. وهاد محاكم التفتيش اللي كانت كتطبقها الاسبانيا في ذلك الوقت كانت كتطرد جميع الملل خصوصا المسلمين، وكتمنعهم من ممارسه الشعائر ديالهم. لذلك هاد الموريسكيين مع الاستقرار ديالهم في هاد المدينه ديال سلا اثروا فيها كثير، لانهم جابوا معهم واحد الخبرات عديده وواحد التقاليد كانوا جابوها من الاندلس اللي كانت معروفه بالتطور ديالها، سواء فيما يتعلق بالخبرات الكبيره في الملاحه البحريه وحمل السلاح. واستقروا بالضبط في الجهه اليسرى ديال نهر ابي رقراق، لانها كانت كتسمى بسلا الجديده، حيث شجدوها منطقه قرويه وبنوها من جديد. بدعوا فيها سواء في المرافق العمومية ديالها أو حتى في المدارس وبعض المسائل اللي كتتعلق بما هو اجتماعي. ومع توالي الأيام بدات سلا الجديدة كتميز بطبعها الملاحي، ولا كيتطلق عليها بمدينة القراصنة، وأن أغلب السكان ديالها كانوا أقوياء وعندهم شدة في الكلام وكيغامروا بزاف وما كيخافوش. كانوا متميزين وكانوا معروفين على الصعيد الوطني. وكانوا هاد الموريسكيين اللي جاو من منطقة هورناشوس إسبانيا تحت قيادة مراد الرئيس، اللي كان أكبر القراصنة في ذلك الوقت، وكان كيتضرب ليه 1000 حساب من طرف ملوك إسبانيا والبرتغال وحتى إنجلترا، حيث السيد كان حاكمها في البحر بزاف. وهذا مراد الرئيس قصو قصة حيتاش ما كانش هو مسلم في الأول، الأصل ديالو كان هولندي، وكان الاسم ديالو جان زون بل ما يعتنق الإسلام. ولكن فاش سلم السيد وعرف حقيقة الاعتداءات اللي تعرضوا عليها المسلمين في الأندلس، فقرر أنه يدخل لعالم القرصنة. وهذا الجهاد البحري أو القرصنة كانوا دايرينها الموريسكيين في الأول باش ينتقموا من الإسبانيين اللي عرضوهم مجموعة من شتى أنواع التعذيب، وكذلك كانوا حارمينهم من الممتلكات ديالهم وخرجوهم من الأراضي اللي كانت تابعة لهم. لذلك فإنهم قرروا أنهم ينتقموا بهذه الطريقة من الإسبانيين. وكانوا أغلب الحملات اللي كانوا كيشنوها على ديك المنطقة المعروفة منطقة الأندلس، وكانوا حاكمينها في البحر، وأي سفينة أوروبية طاحت في يديهم صافي مشات، يعني
وكيتعتقلوا جميع الطاقم ديالها، وكيتباعوا في المزاد العلني في مدينة سلا اللي كانوا كيبيعوا فيها العبيد. وكذلك كانوا كيجيو الأوروبيين من شتى أنحاء العالم باش إلا كان شي عبيد من بلادهم يشريوه ويعتقوه ويديوه ويطلقوه. يعني كانت واحد التجارة في العبيد منتشرة، وكانوا كينشطوها هاد القراصنة. أي سفينة طاحت في يديهم كيديو العتاد ديالها الممتلكات ديالها وكينسبوها ليهم، كتولي السفينة تابعة للقراصنة. ودوك الناس اللي كيكونوا في ديك السفينة خدامين سواء الأوروبيين أو حتى الإنجليز أو غيرها من أجناس ديال العالم كانوا كيديوهم وكيعرضوهم للبيع في الأسواق ديال العبيد، وكانت منتشرة في ذاك الوقت. إلا أن التجارة هذه كانت تسمى بتجارة العبيد البيض، ماشي العبيد السمر أو السود، ولكن العبيد البيض، لأن هذا الأوروبيين كانوا بيض وكانوا كيتباعوا أسواق مدينة سلا، وكانوا كيضروا دخل كبير على هاد القراصنة. وهاد القراصنة خلوا مدينة سلا هي العاصمة ديالهم بعد ما تقووا ماديا ومعنويا، وحولوها لجمهورية أوليغارشية. وكانوا الموارد اللي كيعتمدوا عليها هي الضرائب ديال الميناء والصيد البحري والتجارة اللي كانوا كيقوموا بها سواء العبيد أو المواد الغذائية إلى غيرها. من هذه المداخل كانت المدينة كتسير، وبهاد الأموال هذه اللي كانوا كيجنيو بناو أسوار عالية من حديد والإسمنت، وداروا فيهم مدافع كتخلي أي عدو يفكر ألف حساب قبل ما يهجم على هذه المدينة. أما بالنسبة للرئيس السياسي لهذه المدينة كانوا كينتخبوا الأندلسيون المهاجرون من إسبانيا واستقروا تما، وكانت العاصمة ديالهم هي مدينة سلا القديمة. وكانت الحكومة ديال الجمهورية مكونة من 16 عضو، 8 من سلا الجديدة و8 من سلا القديمة. كانوا الضرائب والرسوم كيتقسموا بالتساوي على المدينتين، ولا بالأحرى على الضفتين، فهي مدينة واحدة. وكانوا عايشين مزيان، ولكن والدي السلطان ديال المغرب انذاك فاش شاف هاد الاوضاع اللي ولات عليها المدينه انها استقلت ذاتيا، امر السلطان باش انه يحاول يسترجع السيطره ديال هذه المدينه للدوله المغربيه. هذه المدينه اللي كتعتبر مدينه مهمه للدوله المغربيه خصوصا في العهد المريني. يحاولوا هذا الولي ديال السلطان مع هذا الرئيس ديال هذه الجمهوريه الجديده ديال مدينه سلا، حاولوا انهم يديروا واحد الاجتماع كبير على مستوى، وجلسوا تناقشوا في هذه المواضيع، وحاولوا انهم يخرجوا بواحد خرجه سياسيه بدون ما يوقع فيها صراع عسكري وتفقد فيها الارواح وتصل الامور الى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي استقروا لواحد النتيجه اللي هي انهم هذه الجمهوريه ديال سلا تبقى تأدي واحد الاتاوه للدوله المرينيه، واحد الضريبه سنويه من المداخيل ديالها من داك التجاره ومن داك القرصنه، غتبقى تأدي واحد ضريبه للمخزن المريني، وبالتالي باش يكون كل شيء على خاطره. ومن بعد هذا الاتفاق هذا خلى مدينه سلا تزيد تزدهر وتنعم بالامن والامان، وتخلي القراصنه ديال سلا انهم يخدموا على خاطرهم، وان الامور تمشي كما يجب. وحتى السكان كانوا عايشين في رخاء وعايشين في طمأنينة، ما كيخافوش من ان توقع مثلا واحد الهجمه مرينيه او هجمات داخليه. المهم كانت الامور غاديه في امان الله وحفظه. ولكن هذا الاستقرار ديال هذه الجمهوريه غيجلب ليها اعداء كثار ويخليهم يطمعوا في احتلالها، وغادي يشوفوا داك الخيرات وداك الخير اللي كانت ناعمه فيه هذه المدينه، غتخلي كل واحد غادي يبغي يتقلد منصب الحكم فيها وانه ينعم بديك الخيرات. وكانت نقطه قوه هذه الجمهوريه هي الاسطول البحري، لذا فقرر الوالي ديال السلطان سميتو العياشي باش يتفق مع الانجليز اللي بدورهم عذبوهم قراصنه مراد الرئيس في البحر باش يهجموا عليهم وتعاونوا عليهم بجوج، واستطاعوا انهم يحكموها بعد ما زرعوا واحد الانتفاضه شعبيه في وسط السكان، الشيء اللي خلى مجموعه من الموريسكيين ومن القراصنه انهم يهربوا لجهه الجزائر وينجاو من هذه الفتنه هذه اللي وقعت. وبالتالي هنا غادي تسقط هذه الجمهوريه وهذه تولي تابعه للمرينيين بصفه نهائيه، وبقاو دوك القراصنه كينشطوا غير في البحر، مبقاتش عندهم ديك عاصمه، ولكن ولاو كيرصاو في مدن اخرى بالجزائر وتونس. وسنه 1637 غتولي هذه المدينه تابعه بشكل رئيسي للمرينيين، وبقات تحت سلطه الولي مده 23 سنه الى حدود سنه 1660
اللي رجعوا ليها تاني هاد القراصنة، ولكن هاد المرة ما طولوش فيها بزاف. سنة 1668 8 سنين فقط استطاع السلطان أنه يقضي عليهم نهائيا. ولكل بداية نهاية كما يصطلح عليه، وبالتالي فقراصنة سلا انتهى التاريخ ديالهم من اتحدوا عليهم الأعداء سواء الداخليين والأعداء الخارجيين وقضوا عليهم. إلى هنا كنا وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا. نتمنى إلا عجبكم هاد الفيديوهات اشتركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد ديالنا.